رمضان أنيس. رمضان النيس 11 و22 دقيقة. نذكر موضوع حصتنا اليوم فتح المقاهي والمطاعم في شهر رمضان. شنو رايكم في الظاهرة هذه؟ تطلبون على 71 725 ألف 71 725 ألف. تكونوا معنا وتعطيونا رايكم في الظاهرة هذه في أول حصة من رمضان النيس اليوم في طبعا على اكسبريس اف ام تيوال شهر رمضان. وتلتحق بنا سارة الجلالي باش تحكينا على الظاهرة هذه. سارة صح شيبتك؟ صح شريبة كنيس وصح شريبة الناس اللي يسمعوا فينا الكل واللي يختاروا اكسبريس اف ام في كرهبهم ولا في النساء اللي في الكوجينة قاعدين يكملوا في حصل الفطور، وكيف كيف الناس اللي يتابعوا فينا على لايف فيسبوك ويتابعوا فينا على لي ريزو سوسيو نتاعنا الكل. دونك ستاتيستا انت اخترت الاسم هذا باش تحكي لنا على شو نجموا نعرفوا على الظاهره نتاع فتح المطاعم والمقاهي في شهر رمضان. بالضبط. دونك اليوم بخلاف انه احنا سالنا الناس واعطونا رايهم على الموضوع هذايا وبعد نسمعهم بالطبيعه في الميكرو. حبينا احنا زادا نلوجوا وحدنا من وقتاش تونس فيها القهاوي محلولين، شنو راي التوانسه، كيفاش يختلفوا، كيفاش يعني فما راي القانون يعني قانونيا في تونس معناتها فما قانون ينظم الحكايه هذه في شهر رمضان. القانون ينظمها من عام 80. دونك اليوم الموضوع متاعنا تسجنوا عليه ناس وتوقفوا عليه ناس اخرين. بين الحلال والحرام والفتاوي اللي تطرح كل عام نحكيوا على المقاهي والمطاعم المحلولين في النهار في شهر رمضان. في تونس كما في برشا بلدان عربيه يثار النقاش سنويا، والتهمه تتوجه لاصحاب المحلات المفتوحه في العاده، اما الاعتداء على الاخلاق الحميده والا الاعتداء على الاداب العامه والا المس بالامن العام. آراء توانسة هوني يختلفوا في الموضوع هذا. الحق نيس أنا نراهم إنه الكلهم متفقين إنه إحنا في دولة مدنية، الإسلام دينها، وأهم حاجة دستور 2014 نص على مبدأ المساواة. يعني الحريات الفردية مكفولة لجميع المواطنين والمواطنات. في الفصل 21 في تونس ذي يعني الفصل 21 شنو نص؟ في تونس المقاهي اللي تفتح ببينها في النهار عددها شوية يعني قليل برشا، تلقى بلارها مغطي بجرايد، عملا مرسوم قديم برشا يرجع لعام 80 اللي يلزم أصحاب المقاهي والمطاعم المفتوحة في شهر رمضان بتغطية الواجهات نتاعها، يعني كما حكينا بكري بالضبط. هذا مرسوم يعني قديم من عام 80. أما هذا الكل ما نسيناش في حاجة واحدة اللي هي عدد المداهمات اللي تعملها الشرطة لبعض المحلات اللي روادها يمشيوا في النهار بتهمة المجاهرة بالإفطار. الشيء اللي خلى عدد من الجمعيات والمكونات المجتمع المدني في 2018 ينطلقوا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية يطالبوا فيها بفتح المقاهي بحجة ما نص عليه الدستور. وهوني أنيس نحكيو على حرية الضمير. وانت حكيت على حرية الضمير وانت سألت التوانسة سارة شنو رايهم في الموضوع هذا، موضوع المطاعم والمقاهي. نسمعوا شنو قالوا التوانسة في الظاهرة هذه. ستاتيستا نورمالمون عادي، على خاطر عرفت شنو كل واحد حر. فما المرضى، فما عرفت شنو اللي ما يحبوش يصوموا، كل واحد حر في معتقدات. صحيح فما عباد مرضى وكذا، لكن ديما حرام. والله ظاهرة مش جديدة علينا في تونس، حتى كنت معناتها كنت قبل كنت مخبية، تو بحكم الحقوق والحريات ولات محلول. نشوفش مشكلة معناها اللي يحب يصوم على روحه، اللي يحب يفطر على روحه. ومحلينا كنعطيو معناها اسباس للعباد الاخرى المختلفة علينا، هكاك نكونوا نحيو ياسر من الضغط والعنف على العباد الاخرين وما نحطوش العباد في كلون، اللي يحب يفطر على روحه. في رايي كونه مثلا قبل نورمالمون صارت مره نفكر وهبطوها ديجا على فيسبوك، معناها كونه كانوا البوليس يدوروا على القهاوي على رسائل الناس يسكروا فيهم. هنا الدور شكون يرجع المواطنين، معناها هما باش يمشيو معناها باش معناها يسكروا القهاوي يسكروا الريستورانيات، مستحيل معناها هذاك تولي معناها مشكله. دونك معناها يولي نورمالمون هنا شنو تاع البوليس تاع الحاكم هما يمشيو يدوروا يسكروهم، معناها ما يخليهمش خاطر حرام فاش هذه عندنا معناها. انت كي انسان ما يلقاش قهوه ما يلقاش ريستوران محلول ما يمشيش معناها مش معناها باش ياكل باش القهوه، بينما كي قهوه محضوره باش يدخل. ما كناش نشجعوا هو هذاك باش يفطر هو في رمضان، قهوه محلوله وريستورانات فهمت ترتيب. الحقيقة أرى أنه مسألة تسكير أو حلال القهوة والريستورانات في شهر رمضان حاجة ماهيش متروكة للشعب التونسي باش ينظر أو يفتي فيها، خاطر شهر رمضان كما أي شهر آخر في السنة يلزم يكون عادي. أوكي هو شهر مقدس وشهر عبادة وشهر ديني إتسيتيرا، لكن إحنا في تونس
حق الاختلاف وحق حرية الضمير وحرية الدين والمعتقد مكفول في الدستور، ولذا يلزمنا كشعب نتعايش مع الاختلافات الكل اللي في المجتمع متاعنا. إني أرى أنه من منظور اقتصادي حلين القهاوي والريستورانات حاجة باهية، خاطروا يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويساهم في أنه البلاد والقهاوي وأصحاب يعني المقاهي والمطاعم ما يقفوش ومصالحهم ما تتعطلش في رمضان. ستاتيستا. كانت هذه ستاتيستا بتبيع آراء التوانسة في الموضوع هذا، بتبيع بعض الأخبار باش نحاولوا ناخذوا تليفوناتكم على 71 725 ألف 71 725 ألف. شنو رأيكم في الظاهرة هذه، ظاهرة فتح المطاعم والمقاهي في شهر رمضان؟ زاد بعض الأخبار باش نكونوا في اتصال كما قلت كل يوم، باش تكونوا معنا عائلة ولا مواطن تونسي يعيش خارج تونس باش يحكينا على الظاهرة، على كيفاش يعيش شهر رمضان في خارج تونس، و بطبيعة باش يعطي رأيه في الموضوع. موضوع الحصة كما قلت اليوم هو فتح المطاعم والمقاهي في شهر رمضان. رمضان أنيس كما نذكر حصة يومية من الاثنين للجمعة طوال شهر رمضان، باش نكونوا معاكم من 11 حتى المد ساعة متاع الصباح. ديما تليفون على 71 725 ألف 71 725 ألف. نتسنوا في تليفوناتكم وآرائكم في الموضوع. بعد شوية الأخبار ثم نرجعوا رمضان أنيس حتى المساء.